هذا الشعب الطيب الكريم. أنا شايفة يعني عدد مكتمل وناس جميلة جدا. أنا سعيدة بتواجدي معاكم، وعايزة أقول لكم إن أنا الدكتورة علا حويدق، أديبة وشاعرة وزميلة كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. من هنا هقول لكم أنا درست إيه، من هنا هقول لكم كيف نما وجداني وكيف نما فكري من خلال فكرة الاستراتيجية والأمن القومي. عرفت يعني إيه أمن قومي، عرفت يعني إيه القوى الناعمة أمن قومي، الأغنية والمسلسل أمن قومي، عرفت يعني إيه الأسرة المصرية أمن قومي. رأيك اللي بتقوله والكلمة اللي بتخرج من لسانك ده أمن قومي. هنا في ناقوس خطر. أنا بقول يا جماعة بيتنا، أركان بيتنا، جدران بيتنا نحافظ عليه. هقول لكم على تجربة شخصية عشتها. أنا كنت متواجدة برا مصر لفترة من حياتي، وكان لي صديقتي وكان باباها لواء ضبيب في الجيش يعني، والبلد دي حصل فيها ثورة. عايزة أقول لكم إن البنت صديقتي دي لما والدتها توفت دفنتها في مقابر الصدقة، لأنها لم تستطع أن تنقل جثمان والدتها إلى بلدها. واللي كان واقف على المقبرة أنا وصديقتي وباباها وأخوها. هذا المشهد لن أنساه من ذاكرتي. من المشهد ده ببتدي أقول لكم جدران بيتكم، جدران وطنكم هو ده الحماية. لو هناكل عيش وملح برضو لنا جدران ولنا سقف بيحمينا. يا جماعة مصر ثم مصر ثم مصر ثم مصر. وشكرا جزيلا للجميع. تحيا مصر بيكم، تحيا مصر بيكم انتوا، لان انتوا النواه اللي هتنجح البلد. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال الحوار الوطني، ثقوا ان الحوار الوطني بيبدأ من عندكم انتوا، بيبدأ من الاب والام والابن والابنة، بيبدأ من الاسرة المصرية. الاسرة المصرية هي دعامة النجاح لتفوق اي مجتمع ووطن. وشكرا. شكرا لك دكتورة علا. شكرا جدا. دكتورة رندا هتتكلم. خلوني أعلق على كلام الدكتورة علا اللي فعلا هي مست جزء حلو قوي جوانا كلنا. خليني أسألكم كلكم، يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن يا جماعة؟ يعني إيه وطني؟ هي أساسك وطن. يعني أمن، يعني بيتي، يعني عزوتي، يعني مكان اتولد فيه ومكان اتدفن فيه. يعني كل ده. يعني ايه كلمة وطن؟ يعني مصر، يعني مصر.